ولسه بنتكلم عن الشانل اورجانيزيشن، واتكلمنا في الموضوعات اللي قبل كده عن نوعين من الشانل اورجانيزيشن. لما تيجي تنظم الديستريبيوشن سيستم بتاعك، يعني بتاع شركتك، بتلاقي ان في نوعين اتكلمنا عنهم: الكونفنشنال واتكلمنا عن تفاصيله، والفيرتيكال اللي هو رأسي، اللي هو من فوق لتحت، من البروديوسر لحد الكونسيومر وانواعه المختلفة. النهاردة بنتكلم عن نوع ثالث اللي هو horizontal marketing system او نظام التوزيع الافقي. نظام التوزيع الافقي ده يعني ايه؟ ده نظام او ترتيب معين ما بين كيانين او اكتر على نفس الليفل. يعني لو افترضنا ان اتنين بروديوسرز او اتنين مانيفاكتشرر، او نقدر نقول يعني علامتين تجاريتين مختلفين بيتحدوا توجذر علشان يعملوا كاتشنج للماركتنج اوبورتيونيتي في فرصه معينه هيستفيدوا بيها هما الاثنين. طب ليه ما نتحدش احنا الاثنين مع بعض ونستفيد منها؟ بيشتغلوا الاثنين مع بعض وبيتحدوا اقتصاديا وفي الانتاج وفي الريسورسز كلها علشان يعملوا او يحققوا حاجه كل شركه لوحدها مش هتقدر تحققها. وكتير من الأحيان بيبقوا الشركتين دول بيشتغلوا في مجالين مختلفين، بس بنتحد علشان استفادتنا احنا الاتنين. لو أنا كشركة اشتغلت لوحدي وانت كشركة تانية اشتغلت لوحدك، هنكسب وكل حاجة، بس ايه رأيك لو نتحد مع بعض ونعمل مشروع تالت، ايدنتيتي، يطلع انتيتي تالتة خالص. الانتيتي التالتة دي تفيدنا احنا الاتنين و يعني نستفيد منها. ممكن على فكرة يكونوا competitors to each other، ودي مش حالة يعني شائعة، دي نادرة. وممكن ما يكونوش competitors اصلا او منافسين لبعض وبيشتغلوا في مشروعين مختلفين خالص او في صناعتين مختلفين خالص، وينتج عن اتحاد الشركتين اللي هم اصلا ما لهمش علاقة ببعض دول كيان تالت. الكيان التالت ده مربح للطرفين. تقدر تسمي الموضوع ده جوين فينشر، بيسموه كده. وممكن الاتحاد او الشراكة اللي ما بين الاتنين دي تبقى شراكة مؤقتة خلال ماركتنج كامبين واحدة، وممكن تبقى شراكة دايمة، يعني على طول هما الشركتين دول متحدتين لإنتاج هذا الكيان الثالث المفيد للاتنين المشتركين فيه. أمثلة على هذا النوع من البيزنس أو من النوع ده من الديستريبيوشن: الشراكة اللي ما بين ستاربكس شركة الكافيهات المشهورة وبارنيز أند نوبل شركة دار النشر أو مكتبات بيع الكتب المشهورة برضو. فستاربكس كافي شوبس دايما تلاقيها موجود جوه فروع بارنيز أند نوبل. دي طبعا فروع موجودة في الولايات المتحدة، وواضح انها مكتبات مشهورة. فدايما في كل مكتبة من بارنز اند نوبل بتلاقي جواها زي بارتيشن كده لستاربكس، وبالتالي الكاستمر اللي موجود في المكتبة وهو بيتصفح الكتب وبيشتري الكتب اللي هو محتاجها ممكن يقعد ياخد بريك ويشرب ستاربكس او يشتري من منتجات ستاربكس. فكده هما الاتنين استفادوا. ستاربكس استفادت انها انتشرت في مكان او اماكن مش فروعها الاساسيه، فتحت في فروع لمكان اخر. وبارنز اند نوبل استفاد ان هو بيوفر للكاستمرز بتوعه تجربه ممتعه، ان هم يتصفحوا الكتب اللي هم اشتروها وهم بيشربوا قهوه ستاربكس. فالاثنين هنا ايه؟ كسبانين. ستاربكس استفاد وبارنز اند نوبل استفاد، واتحدوا مع بعض في مشروع ان هم يوزعوا منتجات بعض. ده نوع من الهوريزونتال ماركتنج سيستم. من الأمثلة المهمة برضو الشراكة اللي ما بين أبل ونايكي. أبل ونايكي اتحدوا مع بعض علشان ينتجوا حاجة اسمها نايكي بلس برودكت لاين. نايكي بلس برودكت لاين دي انوفيتيف برودكتس بتلاقيها موجودة على منتجات أبل زي ابليكيشن كده، ان انت ككاستمر بتتابع نشاطك الرياضي و يعني الفتنس بتاعك والاكتيفيتيز بتاعتك على منتجات ابل. فبالتالي نايكي هنا عامله بالاشتراك مع ابل زي ابليكيشن. الرياضيين اللي بيستعملوا منتجات ابل تلاقيهم بيتابعوا
الاكتيفيتي بتاعتهم بالابلكيشن اللي نايكي عاملاه. فيبقى هنا مين اللي اتحد؟ نايكي وابل. ادي كده شركتين ما لهمش علاقه ببعض اطلاقا. نايكي بتنتج ادوات رياضيه، وابل بتنتج الكترونيكس، واتحدوا مع بعض وكونوا شراكه. الاثنين استفادوا، ان الكاستمرز بتوع ابل استفادوا بنايكي والتكنولوجيا بتاعتها، ونايكي استفادت بتكنولوجيا ابل انها تحط الابلكيشن بتاعها على منتجات ابل. الشراكة الدائمة والأزلية اللي من زمان ما بين كوكاكولا وماكدونالدز. كوكاكولا بتعمل شراكة قديمة قوي مع ماكدونالدز، وهي بتقدم المشروبات لماكدونالدز. لو دخلت أي فرع من فروع ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم غالبا هتلاقي إن المشروبات اللي بيقدموها هي مشروبات شركة كوكاكولا. الكولابوريشن او التعاون اللي ما بين ماكدونالدز وكوكاكولا ده مفيد للاتنين. كوكاكولا بتضمن السبلاي بتاع ال المشروبات بتاعتها جوه اماكن ماكدونالدز اللي هي منتشره في جميع انحاء العالم وفي اماكن كتيره جدا. وماكدونالدز بيقدم ان الكاستمر بتاعه هيستفيد بالمشروبات اللي بتقدمها شركه كبيره زي كوكاكولا. فالاتنين مستفيدين. كوكاكولا بتستفيد من انتشار ماكدونالدز، وماكدونالدز بيستفاد من سمعة كوكاكولا وقوتها كبراند. وبالتالي هنا الاتنين مستفيدين، والاتنين بيوزعوا لبعض. ماكدونالدز بتوزع لمنتجات كوكاكولا، وكوكاكولا بتفيد ماكدونالدز والكاستمرز بتوعه. ويبقى ده برضو احد انواع الهوريزونتال ماركتنج سيستم. فيديوهات افهم ماركتنج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتنج. افهم ماركتنج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.